ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض القلقاس واقول لكم كل الخطوات والتركات اللي تطلع معاكي احلى قلقاس. معظمنا مش بيحبه، معظمنا مش كلنا، بس لو جربتيه بالطريقه دي هتحبيه وولادك هيحبوه جدا جدا. يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. رحنا نزلنا السوق، طبعا جبنا القلقاس. اهم حاجه القلقاسه بتاعتك تكون مدوره كده زي ما انت شايفه، ما تكونش بوزه، ما تكونش مطوله. اهم حاجه انها تكون مدوره. جبنا كمان ربطتين من السلق وربطه من الكزبره ومعانا راس توم. هنجهز كل الحاجات بتاعتنا ونقشر القلقاس ونشوف كل حاجه مع بعض خطوه بخطوه. اول حاجه قشرت القلقاس كده زي ما انتم شايفين وقطعته لمكعبات صغيره. هبقى انا بغسله، بحط عليه من الكاتل كده، بغطيه بالميه السخنه المغليه وبركنه نص ساعه على جنب. لو هنفرزه مش هنغسله، هبقى اقول لكم هنعمل فيه ايه. تمام. نركنه بقى نص ساعة على جنب ونيجي هنا. ده السلق غسلناه بعد ما خدنا الورق بس من الجذور، ما سيبنا الجذور وخدنا الورق. وهنا الكزبرة قطفناها برضو، خدنا الورق ورمينا الجذور. تمام. قطعنا غسلنا السلق وقطعناه اي تقطيع. والكزبرة خدنا الورق اهو زي ما انتم شايفين، مع راس توم صغيرة او 10 فصوص من التوم كبار، وهنضربهم في الكبة. تمام. الكزبرة مع التوم دي هيبقى نصها للتسوية ونصها للطش. حلو. اهم حاجة في السلق والكزبرة ما ناخدش العيدان، ناخد الورق بس. هطحنهم افرمهم مع بعض كده، ولازم يتفرموا وما ينفعش تدقيهم بالهون. تمام. ده شكله ريحته جميلة جدا، نصه في الطشة ونصه للتسوية. هنروح بقى للقلقاس بتاعنا. بصوا، ننزل كل المادة الزلالية اللي فيه. شايفين المية بقت عاملة ازاي؟ ناخده بقى نصفيه تحت الحنفية في مصفى كده، ونبتدي نغسل فيه كويس جدا لحد المادة الزلالية دي ما تروح ويزيق في ايدينا. مفيش اسهل من كده. تمام. لازم نغسله تحت مية جارية لحد ما يزيق في ايدينا، مش هياخد منك وقت ولا حاجة. اهو شايفين بقى شكله عامل ازاي؟ كده مية مية. عندنا الشوربة بتاعتنا بقى نسقطه فيها. لازم الشوربة بتاعتنا تكون بتغلي، سقطنا فيها القلقاس. نيجي بقى هنا معانا طاسة فيها معلقتين كبار من السمنة البلدي. سمنة، زيت، دهن، اي حاجة متوفرة عندك كله شغال. تمام. هنجيب بقى، هنفكك بس السمنه بتاعتنا، هنسيبها تسيح. ودي الخطوه الاساسيه في القلقاس كله. تمام. دي الخطوه الاساسيه، مش هنضربه في الخلاط، لا احنا هنحمص السلق بتاعنا، هنحمصه بمعنى الكلمه، يعني هو اخضر وفيه ميه. هننزل بيه في السمنه زي ما انتم شايفين، ونفضل نقلب فيه وقت. يعني من اول ما نحط السلق نفضل نقلب في سوري، من اول ما نحط القلقاس نفضل نقلب في السلق كده زي ما انتم شايفين لحد ما ينشف من ميته تماما، وينشف ويبقى بيخروش كده زي مثلا النعناع الناشف او الملوخيه الناشفه. تمام. بياخد شويه وقت وعايز صبر، فعشان كده اول ما تسقطي القلقاس ابدأي حمري في السلق. تمام. ماشيين مع بعض خطوه بخطوه اهو. واول ما القلقاس يقلب قلبه، يعني يغلي غلوه واحده بس، ننزل بنص كميه الكزبره مع الثوم اللي احنا طحناه. تمام. مفيش اسهل من كده. كل الطبخه مش هتاخد معاكي ربع ساعه وانت واقفه كله جنب بعضه. تمام. اهو شايفين انا بسيبه واقلبه، اسيبه واقلبه، ما ببعدش عنه خالص. هنا القلقاس بتاعنا قلب قلب اهو. شوربه لحمه، شوربه فراخ، اي شوربه متوفره عندك، وطعاميها كمان بمكعب مرقه. حلو الكلام. نزلنا كده اول ما غلى بنص كميه الكزبره على التوم، نديها تقليبه ونغطي عليها ونكمل تقليب. تقليب في السلق بتاعنا لحد ما ينشف ويبقى مخروش كده زي ما انا قلت لكم، ما فيهوش اي ميه، ويبقى عامل زي النعناع الناشف. شايفين؟ بيخروش كده، ما فيهوش اي ميه ولا نقطه ميه. تمام. ناخده بقى ايه، نطفي عليه، مش عايزينه يتحروق. ناخده كده في الكبه بتاعتنا او في الخلاط مع شويه شوربه، كله شغال. انا اخدته في الكبه مكان التومه كده وهطحنه. تمام. وهو ده الاساس اللي هيخلي الريحه جايبه لاخر الشارع اهو. بينطحن بسرعه، ما بياخدش وقت، وبيبقى ناعم جدا. هناخده بقى كده وننزل بيه على القلقاس على طول. تمام. يعني 5 دقايق بعد ما حطينا الكزبره بالثوم ننزل بقى بالسلق بتاعنا اللي احنا فرمناه كده. شايفين شكله عامل ازاي؟ اه.
عايزه اقول لكم الريحه ايه، تجنن تجنن بجد. هنا بقى هنغطي عليه ونسيبهم مع بعض كده 5 دقايق. عايزه اقول لكم ان القلقاس ما بياخدش وقت ابدا ابدا في السوا، بيستوي اسرع من البطاطس. فاحنا ما كناش كل الوقت اللي احنا خدناه، والله والله ما كملنا ربع ساعه. هنا حطيت معلقه من السمنه البلدي اهو زي ما انتم شايفين، ونزلت ببقيه كميه الكزبره على الثوم. هبتدي ان انا اشوحهم واحمرهم، دي الطشه بقى، احمرهم مع بعض كويس اهو عشان هتش بيهم القلقاس، وكده القلقاس بتاعنا هيكون استوى وهنطفي عليه. القلقاس مش عايز تسيبيه لما يتهرى، لو اتهرى هيبقى شكله مش لطيف والولاد مش هيحبوا. تمام. انا عايزه اقول لكم ان انا واحده من ضمن الناس اللي ما كانتش بتحب القلقاس ابدا، بس لما بعمله بالطريقه دي او جربته بالطريقه دي كان تحفه بجد، حلوه قوي قوي قوي، هتدمني زي حالاتي كده. تمام. الطبخه دي كلها ب10 جنيه، تقدري بقى تعملي جنبها شويه رز وشويه مخلل وخلاص على كده. حابه بقى تجودي تعملي فراخ تعملي لحمه انتي وراحتك. طبعا الشوربه دي كانت عندي في الفريزر فانا ما كنتش عامله جنبه حاجه. هنا الطشه شايفين شكلها عامل ازاي، لونها ذهبي مش محروقه ولا حاجه. نزلنا بالطشه بتاعتنا كده على القلقاس زي ما شفتوا هو استوى معايا. طشينا الطشه بتاعتنا والريحه جايبه اخر الشارع، وبألف هنا وشفا. هنطفي عليه وبس كده. هنقدمه بقى مع بعض اهو. شايفين لون الشوربه بتاعته عامله ازاي؟ عايزه اقول لكم ان شويه الشوربه دول لوحدهم عظمه بجد. انا ما كنتش عامله جنبه اي حاجه غير هو مخلل ورز. تمام. شايفين شكله؟ طبعا اكله حلوه بسيطه مغذيه. ولادنا مش بياكلوا خضار قد كده، وجبه متكامله فيها كل حاجه. ندوق بقى طبعا لازم ندوق، بجد لذيذ. جربوه هيعجبكم ان شاء الله. طبعا لو عجبكم الفيديو متنسونيش لايك وشير وسبسكرايب. دمتم في رعاية الله. واي حد عايز اي وصفة ممكن تكتبولي في الكومنتات الوصفة اللي انتوا عايزينها وانا هعملها لكم على طول ان شاء الله. تقدري زي ما قلت لك تعملي جنبه لحمة او فراخ على حسب ما انت حابة. انا قدمته كده مع شوية رز بحبة وحبة وطبق مخلي. يلا اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.